جريمة قتل بشعة في حي راقي في الهند، وفي الليلة كلها مطر وبرق بيقتحم بلطجي منزل شاب هندي وبيخلص عليه وبيغرق المكان مية علشان يزيل أي أثر أو دليل من مكان الجريمة ويهرب في لمح البصر. فهل هتنجح الشرطة الهندية في الوصول للجاني، ولا الجاني كان أذكى وهيفلت من العقاب؟ وتوصل الشرطة الهندية لموقع الجريمة وتبدأ المباحث في رسم تصور للجريمة، وبدأ الهبد يشتغل من تسلا وهو أحد الرتب، وبيتصور إن 2 من اللصوص هجموا على المجني عليه وطعنوه، وإن المية اللي موجودة في مكان الجريمة نتيجة المطر. وتوصل المحققة تشي فاني واللي كانت بتتميز بقوة الملاحظة وقدرت تحدد إن الجاني شخص واحد، وحددت كمان مكان دخول وخروج الجاني، وقدرت تحدد إن المية الموجودة بالغرفة بفعل الجاني بغرض التمويه والتضليل، لأن المية لو وصلت الغرفة بسبب المطر كان لازم هيلاقوا دليل نشع للمية بسقف الغرفة. بتبدأ المحققة في استجواب جيران المجني عليه، وبيأكد الكل إن أكاشي المجني عليه شاب هندي مجتهد سافر أمريكا علشان يشق طريقه ويثبت نفسه، ولكن انفصل عن زوجته وقرر يرجع ويكمل حياته في الهند. وبعد أيام من الاستجواب لكل الجيران والمحيطين بالمجني عليه، ما قدرتش المحققة تشي فاني تطلع بمعلومة أو أي خيط يدل على الجاني لحد ما وقع في ايديها ابن الجيران واللي بيته جنب بيت أكاشي. وأقر ابن الجيران إن كان بيقضي وقت لطيف مع صاحبته، وأخدوا مجموعة صور في كل زوايا البيت أثناء الوقت بتاع الجريمة، وطلبت منه المحققة إن تراجع الصور اللي على الموبايل. وكانت المفاجأة لما لقت صورة للمجرم مش واضحة قوي، ولكن أصبح في دليل ممكن يمشوا وراه علشان يوصلوا للجاني. وخلال التحقيقات عرفت المحققة إن أكاشي سحب مبلغ مالي كبير من حسابه البنكي حوالي 2 مليون روبية. صدمت المحققة لما عرفت ان الفلوس اتسرقت، وحاولت المحققة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة يمكن تطلع منها بمعلومة او خيط يفيد التحقيق، ولكن طلعت الكاميرات خارج نطاق الخدمة. وتعرض المحققة الدليل اللي وصلت ليه على مفوض الشرطة واللي شكله كان عارف ملامح المجرم واسمه وكمان محل اقامته، وامر قائد الشرطة بالقبض على المتهم فورا. وبالفعل بيتم القبض على القاتل أرجون سيجال ويتم احتجازه للتحقيق. ويسأله مفوض الشرطة كنت فين يوم الاربع اللي فات بعد نص الليل؟ وقال له كنت في حفلة ومشيت الساعة 10:30. قال له ومشيت بدري ليه؟ قال له حسيت بشوية تعب. قال له تمام، مشيت 10 ومواصلات نص ساعة، يعني مفروض تكون في بيتك على الساعة 11، لكن لما فرغنا الكاميرات عرفنا انك رجعت بيتك الساعة 2. ممكن تقول لي كنت فين ال3 ساعات من 11 ل2؟ قال له وانا راجع الفردة ضربت وكانت بتشتي، وفين لما سواق تاكسي ساعدني. قال له يعني عايز تقنعني انك اخدت 3 ساعات علشان تغير الفردة؟ احسن لك اعترف. قال له اعترف بايه؟ قال له انك قتلت اكاش. قال له انا ما اعرفش حد بالاسم ده اصلا. قال له طيب كنت بتعمل ايه في بيته؟ وعرض عليه الصور اللي على الموبايل. قال له دي مش صورتي. وطبعا رموه داخل الحجز، ويتقابل مفوض الشرطة بواحد من العاملين بالقسم واللي قال له عندنا مشكلة بسيطة. قال له خير؟ قال له شكلنا قبضنا على الشخص الخطأ. قال له ازاي؟ قال له أرجون سيجال الحقيقي موجود مع رجالتنا بيظبطوه. واتصدم مفوض الشرطة لما لقى نسختين من أرجون سيجال، بس يا ترى مين فيهم الحقيقي ومين المزيف؟ قبل 3 شهور من قتل أكاشي بدأ أرجون سيجال وهو مهندس مدني يتعرف على بنت معاه في الشغل، وكان بينهم قصة حب جامدة جدا. وكان لأرجون سيجال أخ توأم اسمه أندو، بس كل شغله شمال لدرجة إنه سرق ماكينة الصراف الآلي وطلب من أخصائي فتح خزنة إنه يفتحها ويقسموا مع بعض، وأقنعه إن الماكينة فيها ما يقلش عن 2.5 مليون روبية، وعرض عليه فيديو يأكد صدق كلامه، وأخد عربون من الزبون اللي هيفتح المكنة، ولقى إن كل اللي فيها فلوس مزورة زي الفيديو اللي كان متفبرك. ولما تشادي صاحب أندو كان عنده محلات موبايلات وقع في مشكلة وكان هيتسجن، أنقذه أندو من السجن وحل المشكلة بشكل ودي. وبعد ما كسبوا القضية كان أندو وصاحبه تشادي مبسوطين، ولكن تصدمهم عربية، ولما استردوا وعيهم لقوا نفسهم متربطين، ولقوا لاخاني البلطجي اللي باعوا له الوهم وماكينة الصراف الآلي. وأقسم زعيم العصابة إن هم لو ما رجعوش الفلوس لا يقطع تشادي حتة حتة ويبيع أعضائه لحد ما يسترد فلوسه ويغلي الدم في عروق أندو، ويقوم يدور الضرب في العصابة واحد ورا التاني وياخد حقه وحق صاحبه، ولكن كان لازم يرجع 2.5 مليون روبية للعصابة. واتفق أندو مع الأخاني زعيم
العصابة انه يرجع الفلوس خلال اسبوع، ويروح اندو وتشادي لواحد من الملاهي الليلة ويخسروا كل فلوسهم في القمار. في نفس الوقت كان ارجون بيحتفل مع زمايله في الشركة بنجاحهم في المشروع، وازاي ان كل وحدات المشروع اتحجزت في 48 ساعة بس. ويستأذن ارجون من صاحبه علشان لازم يروح بدري شوية ويروح علشان يسجل عقد الارض تاني يوم الصبح بدري. نرجع تاني لقسم الشرطة، وهناك عملوا الواجب واكتر مع اندو اللي سرق منديل المحققة وحطه في جيبه، وبدأوا التحقيق معاه، ولاحظوا ان معاه منديل حريمي وتاخده منه المحققة وتبعته للمعمل علشان تعمل له تحليل حمض نووي وتسأله المحققة عن علاقته بأكاشي المجني عليه. وينكر اندو اي معرفة بأكاشي، ويتصل ديرو مفوض الشرطة بصديقه بيجو واللي بيعتبر اشهر محامي في المدينة، ويعرض عليه القضية وان هم وصلوا للجاني ارجون اللي كان نفسه ينتقم منه ووقع تحت ايده بشكل رسمي. في نفس الوقت لقى مشتبه تاني ونسخة طبق الاصل وهو اندو، وسأله بيجو هو مين اللي اعتقل اندو؟ قال له شرطة الحدود. قال له اكيد عملوا محضر باعتقاله. قال له صحيح. فاقترح بيجو على مفوض الشرطة انه يقطع محضر اعتقال ارجون، وان المحكمة اجازة السبت والحد وخلال اليومين لازم يلاقي دليل قوي ضد ارجون قبل ما يقدمه للمحاكمة، والا هيتم اخلاء سبيله بكفالة. في خلال فحص جسم ارجون لاحظت المحققة شيفاتي وجود جرح قطعي في كتفه الشمال، ولما سألته عن السبب قال انه اتخبط في سيخ حديد في شغله. وبالنسبة لاندو كان موجود جرح قطعي بس على كتفه اليمين، ولما سألته عن السبب قال انه اختل توازنه ووقع من على المكنة. ويتصل مسؤول المعمل الجنائي بشيفاته ويبشرها انه لقى شعرة للجاني تحت اظافر الجثة، ولو بعتت له الحمض النووي للمتهمين يبقى سهل يعرفوا الجاني. وتوصل خيبة الامل مع النتائج اللي كانت لا تطابق مع المتهمين، وحتى الكلب البوليس نفسه ما تعرفش على اي حد فيهم. ووصلت الشرطة لتشادي صاحب اندو وسألته شوية اسئلة عن اندو، وطلبت المحققة من الشرطة ان يحطوه تحت المراقبة 24 ساعة. وداخل غرفة المراقبة عرفت المحققة ان مفيش اي تواصل حصل بين ارجون وتشادي على مدار الشهر اللي فات بالكامل، ولا حصل تواصل بين تشادي واندو. ومن خلال الكاميرات بتاعت المراقبة عرفت المحققة مكان تواجد سيارة ارجون وقت حدوث الجريمة، وان السيارة كانت فعلا متواجدة بشارع نوريل من 11 ل 2 صباحا، وده اللي قاله ارجون بالفعل في التحقيق. ويجتمع مفوض الشرطة مع فريق العمل وامر بان تسلا هو اللي هيتعامل مع المشتبه فيهم بالشكل المعتاد، ويتعلق ارجون في السقف ويتعمل عليه حفلة وضرب في حتة في جسمه. وتاخد المحققة مفتاح عربية ارجون وتطلب من امين الشرطة ان يرفع العربية بالكوريك، ويحاول ولكن الكوريك شكله مش شغال، وده بيبين صدق ارجون لان ده اللي قاله في التحقيق. ويطلعوا بعد كده على اندو ويربطوه ويحطوا رجليه في مية، وتطلب من المحققة انه يعترف علشان يوفر على نفسه العذاب اللي هيشوفه، ويسوق الهبل اكتر وياخد جلسة كهرباء كافية انها تنور محافظة كاملة. وكانت المحققة نفسها تعرف ليه مفوض الشرطة عايز يلبس ارجون القضية وايه اللي حصل بينهم من 8 سنين. وعرفت ان بنت مفوض الشرطة هربت مع الشاب اللي بتحبه، وان ارجون ساعدهم في الهروب، ولكن كانت بنت المفوض كانت شجاعة جدا وقررت ان ارجون ملوش اي علاقة بهروبها. ويتصل مسؤول المعمل بالمحققة ويطلب منها تحضر للمعمل بنفسها علشان مش هينفع الكلام في التليفون. وعرفت ان تحليل الحمض النووي متطابق لارجون واندو بنسبة 100%، وده من الحالات النادرة جدا. وفي القسم بيحاول ارجون يهرب وعامل نفسه ميت وتخلص من الحارس، وفي طريقه للبوابة بيعترض اندو وتدور ما بينهم معركة شرسة بمعنى الكلمة، ويحاول يتدخل افراد الشرطة الموجودين بالقسم علشان يفضوا بينهم ويسيطروا على الموقف، ولكن بيفشلوا وتستمر المعركة بين ارجون واندو. وفي النهاية وبصعوبة قدر افراد الشرطة يسيطروا عليهم. وفي المعمل اقر الدكتور المسؤول ان من الصعوبة معرفة الجاني، ولكن البصمات هي الحل النهائي واللي هيفصل في الموضوع. وقال لها انت عارفة ان الشرطة ممكن يعدي عليها حالات، وطلب منها تسمح لفريقه ان هم ياخدوا البصمات بنفسهم. ويوصل بالفعل فريق من المعمل علشان يرفعوا البصمات من شقة اكاشي المجني عليه وينتشروا في المكان، وكل واحد بيعمل شغله. ويجي واحد من امناء الشرطة بيتدلع مع واحدة فرفوشة كده على الكام وبيغرق المكان ببصماته. مش كده وبس، لا، ويوقع قصيص الزرع ويقضي على الدليل الوحيد اللي عليه بصمات الجاني. وتربى ارجون واخوه اندو في اسرة متوسطة الحال، الاب محامي بسيط والام موظفة على قد الحال، وكانت بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان توفر كل احتياجات لاولادها. وكانت مديونة لناس كتير لدرجة انها كانت بتلعب قمار، ولكن الاب كان مش عاجبه حال الام اللي بتتاخر وسايبه اولادها وبيتها. وكان ارجون طفل ذكي وشاطر في المدرسة بعكس اخوه اندو اللي كان متدلع وفاشل. وتمشي الامور من سيء لأسوأ وتتطلق الام وياخد الاب حضانة الطفلين، وطبعا كل ده كان ليه تأثير سلبي على الاطفال. كانت الام في حالة نفسية سيئة جدا وانتحرت كمان. وبدأ سلوك اندو يتغير بعد موت امه، واصبح سلوكه عدواني مع الكل خصوصا مع ارجون لانه كان بيميل اكتر لابوهم. واعترف ارجون
أرجون للشرطة إن أندو كان بيتعالج في مصحة نفسية، وادعى أندو إن أرجون هو اللي كان في المصحة النفسية وغرز ألم في رقبة طبيب المصحة وكان هيموته. واتصلت المحققة شيفاني بالمصحة النفسية واتأكدت من الواقعة وعرفت إن الأخوين كانوا نزلاء بالمصحة، ولكن مين اللي اعتدى على الدكتور وكان هيقتله محدش عارف، كل واحد فيهم بيرمي المسؤولية على التاني. وبيحكي أرجون إنه إنسان ناجح في شغله وحياته الشخصية، وكان أندو بيغير منه بشكل كبير وعايز يحطمه. ويدخل أحد أمناء الشرطة للمحققة بيقول لها إن أندو كان مديون ب 2 مليون روبية وإنه سدد المبلغ تاني يوم الجريمة. ووصلت المعلومة دي من ساعة فقط، وطلب مفوض الشرطة إن محدش يقول للمحققة أي حاجة عن الموضوع ده. واكتشفت إن مفوض الشرطة اللي عايز يلبس أرجون القضية إنه أخد أندو معاه لمقر الشركة اتسرقت، وطلب منه يحط بصماته على الخزنة علشان تبقى قضية سرقة ويخرجه من جريمة قتل أكاشي ويلبسها الأرجون. بس أندو قال لمفوض الشرطة أنا فعلا سددت ديوني بعد الجريمة بيوم، بس مين قالك إني سرقت؟ أنا اليوم ده كنت بلعب قمار عند السيد راج وممكن تسأله. وراح المفوض بنفسه واتأكد من كلام أندو، وكان المفوض مبسوط لأنه بالشكل ده برضه يبقى القضية اتحلت والتهمة هتلبس أرجون. ولكن يوصل مندوب الشرطة ويقول للمفوض إن القاتل مش أرجون وإن المحققة عندها الدليل. ورجع المفوض للقسم وشاف واحد ومراته وقال له إن أرجون كان عندهم ساعة وقوع الجريمة علشان كانوا ورطة مالية وهو حضر بنفسه علشان يسلفهم الفلوس المطلوبة. والدليل التاني المحققة جابت سواق التاكسي اللي ساعد أرجون في تغيير فردة الكاوتش على الطريق ليلة الجريمة. بعد 6 شهور وداخل المحكمة كان القاضي على يقين بإن واحد من الأخوين هو الجاني، ولكن مفيش أي دليل قاطع ضده وإنه ما يقدرش يصدر حكم على الاتنين، وبالتالي أعطى براءة للأخوين. وفي مراجعة روتينية على ملفات المفقودين عرفت المحققة إن في شابة اسمها جانفي تم الإبلاغ عنها بإنها مفقودة، وكانت على علاقة حب قوية بأرجون وسافرت لمدة بسيطة لبومباي علشان تزور أسرتها وترجع. ولكن استعادت حبها القديم مع زميلها بالجامعة، وطلبت جانفي من صاحبتها إن تقول لأرجون ما يتصلش بيها تاني ويشوف حياته. واتصدم أرجون وما كانش مصدق وسأل صاحبتها عن الشاب اللي جانفي فضلته ووقعت في حبه وقالت له اسمه أكاشي. بالفعل راح أرجون لأكاشي وهجم عليه وحصل بينهم معركة شرسة، ولكن اتمكن أكاشي من السيطرة على أرجون وقال له فعلا قابلت جانفي في مومباي وكنا أصحاب بس زمان وحاولت أجدد حب معاها لكن كانت دايما رافضة، وفي حفلة حطيت لجانفي مشروب مخدر وأخدتها وعملت كل اللي أنا عايزه، وكل ما تفوق أحط لها مخدر وكل لحظة كانت بتنطق اسمك، وفي النهاية قتلتها وخلصت الجثة ب 2 مليون روبية. وساعتها اتحول أرجون لوحش وسيطر على أكاشي وطعنه كذا طعنة وخلص عليه وانتقم لجانفي. ووصلت المحققة للدكتور اللي طعنه أندو في المصحة واللي أكد لها إنه حتى الآن مش عارف مين اللي طعنه، وقال لها إن التوأم ده فيهم حاجة غريبة وإن هما ممكن يقطعوا بعض زي الكلاب المسعورة، لكن لو دخل طرف ثالث بينهم وأذى حد فيهم بيتصرفوا كشخص واحد وممكن يقطعوه. كان أندو على علم بحب أرجون لجيفاني وإنه راح بيت أكاشي وقتله، وعشانه عارف الإجراءات اللي هتعملها الشرطة وصل أندو بيت أكاشي قبل الشرطة وأخفى أي دليل ممكن يفيد الشرطة، ويلعب الحظ دوره لما قصيص الزرع اللي عليه بصمات أرجون اتكسر وعرفت المحققة إزاي يتلعب بيها، وإن أندو عمل كل ده علشان ينقذ أرجون أخوه.